السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقه جديده معاكم النهارده، مكملين في سلسله الفيديوهات القصيره اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهارده في حلقه جديده بعنوان ايه يا دكتور بديل ابره البنج او ابره السرنجه اللي هي بناخد بيها او عايز اقول لك حقنه البنج نفسها. لو انا في ناس كتير بتخاف من الحقنه، انا مش عايز اخلص ابره وتدخلها يا دكتور، رغم ان في بنج موضوع بنحط التوبيكال الاول سواء للاطفال او الكبار، بس احنا ايه في ناس ما بتحتاجش خالص، يعني بنحطه ده عشان ما تحسش بالم الابره. في ناس ما بتحبش اصلا ابره حتى لو حطيت لها التوبيكال. ايه البديل ليه؟ بنج الاسنان الالكتروني، بس ده مش موجود كتير. يعني عباره عن ايه ده؟ انت بتعمله ازاي؟ الدكتور المفروض بيشوف المنطقة أو الحتة اللي هي في البق والسنان اللي المفروض هيبتدي ان هو يشتغل فيها، فبيجي عند الجلد الحته اللي هي براها وبيحط زي سفنجه. السفنجه بتكون موصله بجهاز التحكم. الجهاز ده بيعمل انه بيحفز الاعصاب المستهدفه في المنطقه اللي الدكتور عايز يخدرها، وبيبدا ايه بعد ما يحط السفنجه ويوصل بصندوق التحكم، بيبدا يحدد الدكتور درجه التخدير اللي هو عايزها للمنطقه دي. بس يعني فهي في حاجات كتير دايما ايه، كل ما بيكون مجال التكنولوجيا اكبر في طب السنان، كل ما بيدي سهوله وبيدي حاجات احسن. زي حكايه المقاسات، كان زمان لازم مش عارف ايه، الطريقه الوحيده الموجوده ان انا لازم احط مقاس واخد كده. دلوقتي في سكانر وفي ال 3 دي برينتنج وفي حاجات الكات كام والكلام ده كله. طبعا ايه ادى سهوله وتفاصيل دقيقه 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 عشان تكون اكبر محاكاه وشبه للسن طبيعي ربنا خلقها. ربنا الناس بتوصل لاكبر درجه من القرب، بس عمرهم ما هيوصلوا للدرجه النهائيه، لان خلق ربنا طبعا ما فيش حاجه ايه تساويه. انت دايما بتحاول توصل لاكبر قدر من التشابه معاه، يعني عشان يكون اكثر راحه المريض. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.